يوم الغد، وماذا عن الأجواء المميزة في أوساط الأنصار؟ نعم، مساء الخير. طبعا المنتخب الجزائري يواصل استعداداته واستعداده من الناحية البدنية وكذلك النفسية، خاصة لأنه عمليا ونظريا المنتخب الوطني دخل المباراة منذ وصوله إلى هنا إلى مراكش. طبعا يوم أمس سجل المنتخب الجزائري حصة تدريبية بالملحق الخاص بملعب مراكش الجديد الذي سيحتضن هذه المباراة المنتظرة والمرتقبة بين المغرب والجزائر. اليوم أيضا المنتخب الجزائري سيجري حصة تدريبية في حدود الساعة 8 فوق ميدان الملعب الذي سيحتضن المباراة، ملعب مراكش. يعني اليوم المنتخب الجزائري والعناصر الوطنية ستتعرف على أرضية ميدان الملعب الذي سيحتضن المباراة بداية من الساعة 8 كما قلت، وكل ذلك استعدادا للمواجهة المرتقبة يوم غد في حدود الساعة 9 ليلا هنا بمراكش. طبعا من الناحية النفسية الأجواء هنا رائعة لتحضير المنتخب الجزائري. هناك استقبال، هناك حفاوة، هناك ارتياح، هناك هدوء بالفندق الذي يقيم فيه المنتخب الجزائري. كل هذه المعطيات توفر أجواء مريحة للمنتخب الجزائري لتحضير هذه المباراة أمام المنتخب المغربي. بالنسبة للأنصار، طبعا أنصار المنتخب الجزائري دائما يصنعون الفرجة ويصنعون طبعا الحدث في كل مكان. يوم أمس مثلا أنصار المنتخب الجزائري كانوا في شوارع مراكش يصنعون الفرجة، وسمعنا لصيحات وأهازيج طبعا تمجد المنتخب الوطني الجزائري. وكذلك صبيحة اليوم استيقظنا على أهازيج وصيحات أنصار المنتخب الوطني الجزائري الذين جاءوا وحضروا وكانوا يتجولون في شوارع مراكش ويهتفون باسم المنتخب الجزائري ويحملون طبعا الرايات الوطنية. دائما هم أنصار المنتخب الجزائري يصنعون الفرجة في كل مكان. شكرا لك محمد جمال، كنت معنا من مراكش، شكرا جزيلا لك.